مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله شعبيه وكلنا بنحبها جدا، وهي طاجن الفول بالبيض. بس مبدئيا اتمنى ان انتوا تشتركوا معايا وتكونوا حد من افراد اسرتي وتنوروني. بصوا يا حبايب قلبي، احنا دلوقتي المكونات هنقولها مع بعض. دلوقتي انا حطيت حبه زيت في الطاسه ونزلت بتوم. مجرد بس ما بشم ريحه التوم بنزل بقى بكل المكونات التانية. هو حاجة حلوة قوي وبصراحة يعني من الأكلات اللي هي فاتحة للشهية جدا. هنزل بفلفل ألوان، وده كان فلفل حراق أخضر وأحمر. لو انت مش بتحبي الحاجة الحراقة أو عايزاها شكل، نزلي بس فلفل ألوان. والأيام دي متواجد جدا لو انت عايزة تخزني، لأن هو فصل الصيف بيبقى سعره حنين جدا. وهننزل دلوقتي باتنين طماطمايه كده متقطعين قطع صغيره، وهتسيبي الطماطم لحد ما شويه. يعني انا لقيت الطماطم بتاعتي كانت جامده قوي، فحطيت يعني زي معلقتين ميه بحيث ان هي تستوي كويس. طبعا البهارات دي في الفول انا عن نفسي حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون بس مش كتير، حطيت كزبره. كان في فتره من الفترات كان في شيف عامل بهارات للفول. هي دي المكونات بتاعتها على فكرة، وبتخلي طعم الفول جميل جدا. ونزلنا دلوقتي بالفول بتاعنا، وطبعا هرست الشطة الجبارة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي انا قلت لكم دي تعتبر حد من ولادي بعتمدها في كل الاكلات، بتخلي الاكل طعمه جميل جدا. طبعا بعد ما الفول استوى قوي ويعني انهمك جامد، انا حطيته في طاجن. لو انت عندك فخار يكون يعني خير. وحطيت عليه بيضة وبهرت البيضة. انا كنت عاملة 2 طاجن على فكرة، في بيضة هتلاقيها كده على جنب وفي بيضة هتلاقيها في المنتصف، بس كانت ايه لولادي الاتنين. اتمنى تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم. ودي اكلة خفيفة ورخيصة بصراحة ومشبعة في نفس الوقت. بصوا شكل الفول مشاهي ازاي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.